لو عندك عربية كهرباء هتشحنها ازاي في مصر؟ في 3 طرق وخليني اشرح لك كل طريقة. اول طريقة من خلال البورتابل تشارجر. من خلال البورتابل تشارجر ده هتقدر تشحن بسرعة 3.5 كيلو وات في الساعة، وده اللي يكفيك لو شحنت اوفر نايت اللي يمشيك حوالي 200 كيلو متر يوميا. اما تاني طريقه معانا وهي عن طريق شاحن اسمه الوول ماونت تشارجر، ومن اسمه وول ماونت بيتعلق على الحيطه. ميزه الشاحن ده انه بيكون امان اكتر لان تجهيزاته مختلفه تماما، وفي نفس الوقت بيديك سرعه شحن بتكون اسرع وبتوصل ل 22 كيلو وات. ميزه الشاحن ده ان انت تقدر لو عندك مكان ثابت تقدر تستخدمه بشكل اسرع ويديك قدرات اعلى، ويكون طبعا في نفس الوقت عمليه الشحن آمنة جدا. أما ثالث طريقة وهي عن طريق الشواحن البابليك تشارجرز اللي موجودة في الطرق والبنزينات. ميزة الشواحن دي إن هي موجودة في كل مكان ولا زالت بتنتشر، إن أنت تقدر في أي مكان لو احتجت في الطوارئ أو حاجة تروح بعربيتك المحطة تشحن. ولو طبعا مسافر فأنت هتحتاج شواحن سرعتها عالية جدا عشان ما تاخدش وقت طويل في الرحلة. فالطرق برضه بيكون متوفر عليها الدي سي تشارجر أو الفاست تشارجر اللي بتقدر تخليك تشحن في خلال نص ساعة بس عشان تكمل رحلتك.